3 حاجات مجرد ما هتعملهم هتبان كديفلوبر محترف، حتى لو كنت لسه جونيور لسه بادئ مع التيم او حتى انتر. ال3 حاجات دول مجرد ما هتنفذهم او هتاخد بالك منهم، نظرة التيم ليك ونظرة العميل ليك هتبقى مختلفة تماما. اول حاجة فيهم الكلين كود، او بمعنى اصح الكود بتاعك لازم يكون مفهوم من زمايلك زي ما يكون مفهوم منك بالظبط. في كتاب مشهور قوي اسمه كلين كود لواحد اسمه روبرت مارتن او انكل بوب. الكتاب ده بيتكلم عن الكلين كود بالتفصيل بكل الحاجات اللي محتاج تعملها علشان خاطر الكود بتاعك يبقى معروف انه كلين، او اي حد هيبص على الكود هيعرف ان الكود ده محترف، مكتوب بطريقه محترفه ومفهوم. الكتاب ده دسم جدا وانا انصح اي حد انه يقراه، بس على الاقل الكود بتاعك تبص له من نظرة ان انت لو جيت بعد سنة تفهم الكود كأنك لسه كاتبه حالا. على سبيل المثال انا هعرض مثالين ل تو فانكشنز، واحدة مكتوبة بطريقة عادية او بطريقة غير احترافية، الكود مجرد بينفذ المطلوب منه ولكن اللي كتبه ما كانش قاصد يكون كلين، وفانكشن تانية مكتوبة بشكل كلين او بشكل واضح على اساس اي حد يقرا الكود ده يفهمه ويفهم مقصود منه ايه. طبعا الفرق بين التو فانكشنز واضح جدا، هو ده القصد من الكلين كود، ان كودك يبقى واضح اي حد يقدر يفهمه ودايما مش محتاج تشرح لغيرك. الموضوع ده مهم جدا جدا وهيفرق جدا في تعاملك مع التيم ونظره الناس ليك وهي بتشوف الاوتبوت بتاعك. تاني حاجه البرفورمانس. انا عارف ان موضوع الالجوريزمز والداتا ستراكشرز دي موضوع دسم قوي، وفي كورسز وكتب كتير قوي بتتكلم عن الموضوع ده، ولكن صدقني الوقت اللي هتستغله في انك انت تقرا عن الموضوع او تتعلم منه او تتعلم الاساسيات دي دايما هيضيف لك. فما تستخسرش اي وقت انك انت تستغله في انك انت تتعلم ازاي تكتب كود البرفورمانس بتاعه كويس وبتتبع الالجوريزمز الصح. طبعا مطلوب منك تبقى فاهم يعني ايه الجوريزم، يعني ايه داتا ستراكشر، امتى استخدم ده وامتى استخدم ده، ولكن مش كل حاجة بتبقى very advanced عشان تبقى صح. المهم انك تبقى فاهم امتى تستخدم الجوريزم معين وامتى تستخدم داتا ستراكشر معين. في كتاب اسمه جروكينج الجوريزمز، الكتاب ده هيفهمك ازاي تبدأ تفهم يعني ايه الجوريزم وايه داتا ستراكشر، وكتاب بيحطك على اول الطريق. مش هيفهمك كل حاجة، بس مهم جدا وانت بتكتب كود تكون مركز في البرفورمانس بتاعه، ودي حاجة ما تبصش عليها بعد ما تخلص الكود، لكن وانت بتكتب الكود من الاول بتكون واخد بالك ايه هي الكومبلكسيتي، سواء تايم كومبلكسيتي سواء ميموري كومبلكسيتي بتاعه الكود ده. انا هعرض لك هنا برضو زي ما عملنا مع كلين كود مثالين لتو فانكشنز، واحده كتبناها بصربعه او كتبناها علشان تنفذ المطلوب وخلاص، ولكن البرفورمانس بتاعها مش احسن حاجه لانها بتتنفذ في او اوف ان سكوير، ودي التايم كومبلكس. لو انت مش فاهم يعني ايه بيج او نوتيشن او الكومبلكسيتي بتتحسب ازاي، انصحك تقرا كتاب جروكينج الجوريزم. طيب الفانكشن الثانيه بتبقى او اوف ان بس مش او اوف ان سكوير، ودي هتبقى زي ما انت شايف قدامك كده الكومبلكسيتي بتاعتها اقل وبتتنفذ في وقت اقصر. مجرد انك انت تتكلم او تتبع البرفورمانس ده في الكود بتاعك او الطريقه دي في انك انت تحافظ على البرفورمانس في الكود بتاعك وتتكلم عن ده وتناقشه مع التيم، ده هيعرضك بصوره حد عنده خبره وفاهم هو بيعمل ايه، وبالتالي ده هيسهل من دورك في التيم وهيحسن من صورتك طبعا قصاد زمايلك وقصاد العميل. تالت حاجه برضو مهمه جدا وبنصح بيها اي حد سواء لسه بادئ في البرمجه او بقاله شويه شغال بشكل احترافي، وهي انك انت ما تبقاش مركز في الكود او في التاسك بتاعتك بس، ولكن تبقى فاهم التيم من حواليك شغال ازاي، تبقى فاهم كل واحد في التيم بيعمل ايه. ومش عيب ابدا انك تروح تسأل زمايلك ايه التاسك اللي معاه، والتاسك ديت معتمدة عليك انت كمان في الاوتكم بتاعك، في الاوتبوت اللي هيطلع منك ولا لا، وتتناقش معاه وتفهم وتتعلم منه، بالذات لو كان حد اقدم منك او اكبر منك، ولو حد قبل منك برضو او اقصد حد اصغر منك جونيور وانت اكبر منه برضو تساله وتستشيره في اللي انت شغال عليه. الكوميونيكيشن اللي انت بتعملها مع التيم وسؤالك واجابتك المرتبطه بالحاجات اللي انت وهم بتعملوها هيفرق جدا برضو مع نظره التيم ليك ومع نظره مديرك والعميل بتاعك. نرجع تاني نتكلم على الثلاث نقط من الاول. اول واحده كلين كود، انصحك تقرا كتاب كلين كود، وانا كمان هعمل
سلسلة عن الكتاب دوت. ولو انت مهتم تفهم اكتر عن الكلين كود وتفهم الكتاب ده بيتكلم عن ايه، ما تنساش تشترك في القناة. وهتكلم تاني عن الالجوريزمز بشكل مفصل، فما تنساش تشترك في القناة برضو عشان تتابع الالجوريزمز اللي انا هتكلم عليها والداتا ستراكشرز، وهنتناقش ازاي نستخدم كل حاجة في الوقت الصح مع الالجوريزم الصح. واخر نقطة هنعيد عليها تاني، وهي انك انت دايما تكون متابع التيم بتاعك بيعمل ايه، زمايلك بيعملوا ايه، وتتناقش معاهم في شغلك وشغلهم. اتمنى يكون الفيديو ده عجبك. تابعني علشان خاطر تسمع كل جديد وتسمع النصايح اللي انا بتكلم عنها من خلال خبرتي سنين في البرمجة، هتضيف لك ان شاء الله، وهتقدر توصل لمستوى احترافي كويس في وقت قصير، احسن ما تضيع وقت في حاجات ممكن تكون اقل اهمية ولكن ممكن ما تضيفلكش في الوقت القريب. شكرا انك انت اتفرجت على الفيديو الاخر. سلام عليكم.